من هو الصحفي الإلكتروني وكيف نفرق بينه وبين صاحب الموقع الإلكتروني وكيف نفرق بينه وبين المدون الإلكتروني، وانتهينا إلى ضرورة النص إلى تعريف محدد الصحفي الإلكتروني قبل أن نبدأ تنفيذنا. انتوا اخترتوا ان تبدأوا من الواقع، واظن ان اختياركم افضل واحسن لانه اقام بالفعل لقاء الفعل. لكني انا كنت اود ان هذه النقابة تنشأ في حضن النقابة المصرية، في حضن النقابة الصحفيين المصريين، لان نقابة الصحفيين المصريين نقابة لها تاريخ، نقابة قوية تمثل مجموعة ضغط هام جدا في المجتمع المصري، تستطيع أن تحمي أعضائها وتستطيع أن تحمي مثل هذا المشروع الجمهوري. إذا كان الأمر قد أصبح متعذر وأصبحت هناك نقابة منفصلة عن نقابة الصحفيين المصريين، فلا أقل من أن أقول لكم عليكم أن تحافظوا على علاقات حوار وصداقة وتواصل. إذا تمكنتم من أن تكونوا فرع لاتحاد نقابات الصحفيين وربطتم عناصر وحدة بالنقابة، أعتقد أن هذا سوف يكون حلا صائبا لكثير من المشكلات التي سوف تواجهونها. أعرف أن الصحفي الإلكتروني ما زال في موضع مختلف في مصر، بيختلط موقعه بكثير من الوظائف الأخرى نتيجة الأزمة أو على الأقل سوء الفهم أو عدم وضوح المفاهيم في العلاقة ما بين الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية. ففي تصور قديم أن الصحافة الإلكترونية يمكن أن تقضي على الصحافة الورقية وأن المستقبل هو الصحافة الإلكترونية، لكن يبدو أن هذا الحوار قد انتهى بالفعل إلى أن فرص التعايش بين الصحافتين الورقية والإلكترونية كثيرة، وأن الصحافة الورقية سوف تعيش وأن الصحافة الإلكترونية سوف تنمو، وأن النمو المشترك ليس فيه علاقات تعارض، بل بالعكس الصحافة الإلكترونية النهارده بتقدم كثير من الحلول لكثير من مشكلات الصحافة القومية، لأنه في بلد زي مصر وعاء الإعلانات جد محدود، وفي فترة معينة كثرت الإصدارات الورقية. الإصدارات الورقية معظمها يتعرض لأزمات حادة، وبالتالي يمكن أن تكون تحويل هذه الإصدارات الورقية إلى صحف إلكترونية حل حقيقي لهذه الصحف، خاصة وأنا شايف النهارده أن الصحافة الإلكترونية حتى في مصر بتشوف جمهور واسع وبيقبل عليها ناس، وصحيفة زي إحدى الصحف المهمة علشان ما تكلمش عن صحيفة عينها النهارده يمكن عدد قراء صفحتها الإلكترونية أكثر بكثير إن لم يكن ضعف عدد قراء الصحيفة الورقية، ومصادر دخل الصحيفة الإلكترونية تكاد تقارب مصادر دخل الصحيفة الورقية في الإعلانات، وده معناه أن هناك مستقبل واسع جدا أمام الصحافة الإلكترونية. بقول إن كنتم سوف تتعرضوا لمشاكل كثيرة، لابد إن كنتم من أول يوم تعملوا تحديد من هو الصحافة الإلكترونية عشان تشوفوا طبيعة هذا المجتمع الذي سوف يكون القوام الأساسي لهذه النقاط. الحاجة الثانية، لابد من تقويم أوضاعكم بشكل يضمن بالفعل قدر من الالتزام بمواثيق الشغف الصحفي، علشان لا نتيح الفرصة على وجه الإطلاق لحد إن هو يخلط ما بين الأمور ويتصور بالفعل أن في إمكانه نتيجة بعض الأخطاء المقصودة وغير المقصودة من الصحافة الإلكترونية أن ينهي هذا التوجه. أرجو أيضا أن كنتم تنظروا بصورة موثوقة ما بينكم وما بين المدونين في مصر عشرات الآلاف، ومن الصعب حصرهم الآن، بل حتى من الآن من الصعب حصر ما يمكن نسميه الإعلام الإلكتروني. وأعتقد أن حيث قد نشأت نقابة باسم الإعلام الإلكتروني، فمن الضروري أن هذه النقابة يكون من أول مهامها أن ترسم خريطة لواقع الإعلام الإلكتروني في مصر،
لأننا عندما نتكلم عن واقع الإعلام الإلكتروني في مصر فنحن نتكلم عن أجزاء نراها، ولكننا لا نتكلم عن صورة مكتملة أمامنا. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، بقول مبروك للنقيب، وبقول مبروك لأعضاء النقابة في أن يكتب خبر صادقا، في أن يشبع والصحافة الإلكترونية أهم ميزات لكل وقت وكل سنة شيء مهم، لكن هذه الصحافة لابد من أول لحظة أن احنا نفتح لها طريق يعزز أن تكون الصحافة فيها.